حياكم الله. مرحبا. كنت حاب نكتب منشور اليوم، لكن خفت من ما نقدر نبلغ الفكرة كمان بغير، لذلك فضلت اليوم نعمل هذا الفيديو الجمعة ليلا مساء حتى نوضح بعض الأمور التي كانت بالنسبة إلي مفاجأة، وأكيد راح تكون بالنسبة إليكم مفاجئة جدا فيما يتعلق بتقنية الفار. أنا ما راح أعود لتحليل مباريات العرب أو الأفارقة والجزائر مع الأرجنتين، أو حتى الحديث عن لقطة عيسى مندي مع ليو ميسي التي أثارت الكثير من اللغط والكلام في وسائل الإعلام، في المواقع الإلكترونية، في وسائل التواصل الاجتماعي. لماذا لم يعد الحكم إلى الفار؟ لماذا الفار لم يستدعي الحكم؟ لماذا لم يطرد ميسي؟ كان في تدخل من الخلف. الشيء اللي عرفته اليوم، وراح نبداكم من الأول وبالتفصيل. الاتحاد الجزائري بعد المباراة أرسل احتجاج إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم على حكام المباراة. هو يقول على حكام المباريات، هو سواء كان حكام الساحة أو حكام الفار. الجمعة اليوم رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على الاتحاد الجزائري وقال له بأنه تم التشييك على اللقطة أثناء المباراة. هذا رح نأكدوها بعد شوية. تم التشييك على اللقطة بعد المباراة أثناء المباراة، وأشير للحكم الرئيسي بأنه ليس هناك خطأ من غرفة الفار. والفيفا أخذت بعد معاينة اللقطات اتخذت قرار بمعاقبة الفريق اللي كان في غرفة الفار في مباراة الجزائر الأرجنتين، باعتبار أنه أخطأ في التقدير ولم يشير إلى الخطأ ولم يطلب حتى من الحكم أنه يتنقل لإعادة مشاهدة اللقطة. مشكل مشهنة، هذا الأمر حدث ويحدث وما زال يزيد يحدث. الشيء اللي عرفته هو أنه غرفة الفار اللي نشوفوها قبل بداية المباراة، تعرفوا قبل بداية المباراة فيه النشيد وفيه تقديم التشكيلتين وبعدين تطلع لنا غرفة الفار. غرفة الفار مش موجودة في ملاعب المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. غرفة الفار أو بالأحرى غرف الفار موجودة في دالاس. هذه المعلومة الصادمة بالنسبة إلي. مش عارف إذا هذا مفيد للمباريات وللكرة ومنصف المنتخبات أم أمر معطل. الشيء اللي عرفته هو أنه غرفة الفار موجودة في دالاس، وبأنه لو تلاحظوا عند الإعلان من طرف الاتحاد الدولي عن حكام المباريات يعنوا عن حكام الساحة ولا يعلنون عن أسماء حكام غرفة الفار. عندهم حكمة في ذلك، ممكن من أجل مزيد من الحيادية والشفافية وإبعاد الناس عن ضغوطات الحكم الرئيسي أو حكام الساحة. صعب جدا أنك ما تخبر عنهم إلى غاية بداية المباراة. نعود باختصار شديد. الاتحاد الجزائري قدم شكوى، الاتحاد الدولي رد، عاقب حكام غرفة الفار وأقر بأنه فيه خطأ لم يحتسب، وقال بأنه الحكم جماعة الفار تواصلوا مع الحكم وقالوا له العب ما فيه أي شيء. عيسى مندي في حد ذاته اليوم الصبح أسرى لمقربين قال لهم بأنه صح الحكم، قالوا له علاش أنت بسرعة قمت وما حبيت تزيد تبقى تبين بأنه التدخل كان خطير. قال لهم لا، الحكم لما كنت ساقط جال عندي قال لي وي ار تشيكينج، قال له بأنه الجماعة في الغرفة راهم يشيكوا على اللقطة، وبسرعة 30 ثانية قال له خلاص اتس اوكي، شيكوا على اللقطة وما فيها أي شيء، أرجوك تفضل واصل اللعب. فعيسى مندي أكد هذا. لذلك احنا بأن عيسى مندي ظهر لنا بأنه ليش ما بقاش ساقط على أرضية الميدان حتى ينادوا للحكم. هو تواصلوا معه وقالوا له ليس هناك خطأ، لذلك كمل اللعب، وبالتالي عوقب جماعة التحكيم في الفار. إذا المعلومة الأساسية هو أنه كان فيه تواصل مع الحكم من غرفة الفار. عيسى مندي علم بذلك. الفار موجود في دالاس ولا غير موجود في ملاعب الكرة، في الملاعب التي تلعب فيها المباريات. حكام الفار غير معلومين عند عامة الناس، ويقولوا حتى دي مش متأكد منها، حتى الحكام الرئيسيين حكام الساحة مش عارفين اللي موجود في غرفة الفار. فالسؤال المطروح، الفار يكون في الملعب ولا يكون في القمر ولا يكون في دالاس ولا في هوليوود؟ مش هذا هو الإشكال. الإشكال في
سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها. هل هذا يساعد في سرعة المعاينة واتخاذ القرارات، خاصة وأنه الفار التكنولوجي دخل الآن في اللعبة، وزدنا كاميرات في حكم المباراة. لاحظتوا معي في المباريات الجولة الأولى كانت فيها أخطاء تحكيمية صراحة فادحة وواضحة، وما كانت فيه شكايات حول الفار بشكل كبير رغم كثرة المباريات. ولكن حبيت نتقاسم معكم هذا الفيديو وهذه المعلومة المهمة جدا، هو أنه الجزائر قدمت شكوى الفيفا، ردت وعاقبت الفار، والفار موجود في دالاس وليس في مختلف الملاعب الموجودة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك كما تعودنا على ذلك. غرفة الفار موجودة في الملعب في حد ذاته. مش عارف، هذه لازم نسأل لماذا، ولكن يبدو الآن الأمر غير مؤثر على مجريات المباريات. سلام.